السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده او وصفة النهارده هنشوف مع بعض ازاي نقدر نفرز القرع العسلي او اليقطين من السنة للسنة ويفضل فريش وطازة زي ما هو وكأننا لسه شاريينه جديد. اول حاجة كده انا جبت القرع العسلي وغسلتها كويس قوي بالليفة من بره. بعد كده قطعت القرع العسلي نصين اتنين ونضفت البذر اللي فيها والاحشاء اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده قطعتها قطع صغيرة كده على قد ايدي عشان اعرف اقشرها واتحكم فيها. بعد ما قطعتها قطع صغيرة بعد كده بدأت أخرطها الخرط اللي انتوا شايفينها المكعبات دي قدامكم. طبعا التخريط يرجع لكم، عايزين تكبروا المكعب عن كده براحتكم، عايزين تصغروه برضو براحتكم، مش هنختلف على التقطيع، كل واحد براحته وعلى ذوقه. بعد كده جبت أكياس تلاجة، لو عندنا علب تلاجة ممكن نحطها برضو في علب تلاجة. أنا عبيتهم كده يا جماعة، الكمية دي جابت معايا 4 أكياس زي ما انتوا شايفين شكلهم كده. طبعا أنا هنا ما حطيتش أي مواد حافظة خالص ولا أي حاجة خالص عليها، غير إني قطعت القرعة مكعبات زي ما انتم شايفينها كده وحطيتها في اكياس بس، ما حطيتش فيها اي حاجه تانية ولا ضفت لها اي مواد. وهتفضل ان شاء الله بالطريقه دي او بالشكل ده من السنه للسنه فريش زي ما هي، وهنستعملها براحتنا في اي وقت بشكلها زي ما هي كده، مش هيحصل لها اي حاجه خالص. طبعا زي ما احنا عارفين القرع العسلي بنستخدمه في اكلات وفي شرب وبندخله في الحلويات طبعا، وهو مفيد جدا وفيه فيتامينات كتيره قوي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد أنا بقدمه. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.